السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة ريكودر، وجيت معاكم فيديو جديد. النهاردة أنا هعلمكم ازاي ننقل الملفات من على الموبايل للتابلت بكل سهولة. ويعني حتى بدأ حوار البروكسي اللي اتقفل ده، فاحنا عايزين ننقل حتى ملف الPDF، عايزين ننقل أي حاجة مؤقتا عشان نقدر نذاكر من عليه أو نستخدم من عليه أي حاجة احنا عايزين نعملها. تمام، عايزك تركز معايا عشان هتحتاج معايا الموبايل بتاعك طبعا يعني، والتابلت يكون معاك بس. فيلا بينا، هروح معاكم على الموبايل وعايزكم تركزوا معايا في الخطوات. ليكم مرة تانية على الموبايل. تمام، عايزكم بس تفتحوا معايا متجر بلاي او جوجل بلاي يعني. تمام، وبعد ما هتخش على السيرش وتكتب عندك هنا شير مي، وهتنزل اول ابلكيشن اللي هو الابلكيشن الازرق ده، وهتدوس اوبن. نفتح معانا. بعد ما الابلكيشن هيفتح هتلاقي عندك 3 شرط فوق كده على اليمين، هتدوس عليهم. بعد كده تختار تاني واحدة اللي هي ويب شير، دوس عليها. وانا هختار مثلا الصورة دي وهدوس سند. هتفتح اللوكيشن، تدوس على اللوكيشن عادي جدا، تمام، مفيش اي مشكلة، وهتدوس نيكست. طبعا هنا هيظهر لك اسم واي فاي وباسورد. الاسم بتاع الواي فاي والباسورد دول هيظهروا لك عندك في الشبكات على التابلت، وانا برضو هشرح لكم الخطوات خطوة بخطوة. تمام، و تمام احنا هندوس نيكست وهيظهر لك الكود ده. تمام، احنا هناخد الكلام ده سكرين شوت مثلا ونروح على التابلت ونطبق الكلام اللي مكتوب هنا على الموبايل. يلا خليكم معايا. ورجعت لكم مرة تانية على التابلت. زي ما قلت لكم لازم نعمل كونكت بالواي فاي بتاعه، فهننزل الشريط ده هنا كده، وبعد كده نخش هنا على سيتنج. بعد كده هننزل وندوس على كونكشن. بعد كده نخش على الواي فاي. هتعمل ريفرش كده، هيطلع لك الشبكة بتاعت دايركت الاي 0 دي، ملناش دعوة بالاسم. تمام، هنعمل باسورد من 1 لغاية 8 وندوس كونكت. تمام، اتأكد بس ان هو بيعمل معانا كونكت. عمل معانا كونكت، هتديله ان هو اولويز كونكت، وهنخرج بره. بعد كده هنخش هنا على جوجل كروم ونكتب هنا في السيرش 192.168.49 نقطتين فوق بعض 1. شوف الكود ده ايه اللي هيظهر لك، لما تفتح الابليكيشن. انا دلوقتي هظهر لكم على الشاشه الكود اللي ظهر لي جوه الابليكيشن، فانت هتكتبه هو وهتدوس هنا. ظهر لنا الصوره اهي زي الفل. هندوس داونلود ونبص هنا وندوس اوبن، وادي الصوره اتحملت معانا من غير اي مشكله. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده وما كنتش طولت عليكم، ودي بس كلها حلول مؤقته لغايه ما ينزل الكود الجديد بتاع البروكسي، وان شاء الله اول ما هينزل هنزل لكم فيديو بيه. شكرا والسلام عليكم.